سلام، كنتمنى تكونوا بخير. الوصفه ديال اليوم سهله بزاف، هي كيكه بالياغورت. غير انايا صورت الفيديو باش نعطي جميع الاسرار باش تجيكم طالعه بحال هكذا، سورتو البنات اللي ما كتنجحش لهم وديما كتهبط لهم الكيكه. غير تبعوا معايا دقه دقه وكنوعدكم انها غادي تنجح لكم وما عمر ما باقي غادي تجيكم هابطه. بقاو معايا باش نشوفوا المكونات اللي غنحتاجو. اول حاجه غادي نحتاجو 3 ديال البيضات اللي هما كبار. ضروري في هذه الوصفه الحجم ديال البيض يكون كبير. 3 ديال البيضات كبار، 150 غرام ديال السكر. الا كنتو غادي تستعملوا ياغورت اللي هو فيه السكر نقصوا شويه من الكميه حامضه باش غناخذوا غير القشور ديالها. شويه ديال لافاني، الا ما عندكمش استعملوا السكر ديال لافاني. 125 ملل ديال الزيت، 125 غرام ديال الياغورت يكون طبيعي من الاحسن. الا استعملتوا فيه السكر نقصوا شويه من الكميه ديال السكر. 210 غرام ديال الدقيق، وهنا استعملت 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، ماشي الخميره ديال الخبز، خميره ديال الحلويات. المكونات خصها تكون كامله في حراره المطبخ ضروري. اول حاجه غادي نبداو ان حنا غادي نطربوا البيض. 3 ديال البيضات ديالي غادي نخلطهم مع السكر وغادي نطربوا واحد 10 ديال الدقائق. من الاحسن يكون عندكم طراب كهربائي. الا ما عندكمش طراب كهربائي ماشي مشكل، غادي تنجح لكم، غير هو غادي خصكم تطربوا اكثر. في العوض ما تطربوا 10 ديال الدقائق غادي خصكم تطربوا اكثر. ما محتاجينش ان حنا نطلعوا البيض 100%، وانما خص داك السكر يذوب لينا مزيان في البيض. اذا انا كنستعمل هنا راه وريتو لكم ديك المره عندي الطراب الكهربائي هذا اللي ما كيتبرونشاش في الالكتريسيتي، هذا كيتشارجا. 10 ديال الدقائق كنخدم مزيان السكر والبيض. انا استعملت لا فيتيس اللي هي عاليه مزيان. ها هو بدا دابا كنحسوا بحال بالكشكوشه لان السكر بدا كيذوب لينا مزيان في البيض. هاد العمليه مهمه، ما خصكمش تنقزوها. ما تقولوش راه غير طربت واحد 3 ديال الدقائق وصافي. 10 ديال الدقائق البنات. ناخذ القشور ديال الحامضه، نرد البال مزيان باش ما يجينيش الكيكه ديالي تجينيش فيها المذاق ديال المروريه. خصني ناخذ غير لا بارتي الصفراء، ما ندخلش في داك البيض ديال الحامض. اذا حامضه تكون موين. انا خديت هنا حامضه بيو. ما عندكمش حامضه بيو غسلوا، ضروري غسلتها، واخا هي بيو غسلتها، ولكن الا ما كانتش بيو خصكم تغسلوها مزيان 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 ونشفوها. دونك نجي ناخذ كاع القشور ديالي، ما تضيع ليا حتى حاجه. قد ما كان القشور قد ما كتجي الكيكه بنينه، حتى حاجه ما تضيع ليا. صافي نخلط، نزير شويه ديال لافاني كما قلت لكم. الا ما عندكمش ليكستري د فاني خذوا السكر فاني ونقصوا من الكميه ديال السكر سنيده. المهم نتوما راه غتكونوا شادين العبار ديال المكونات اللي عندكم. انا هنا كنعطيكم بدقه شنو كاين. الا غتستعملوا كيس ديال السكر فاني نقصوا شويه من نفس الكميه، نقصوها من السكر سنيده. زيدوا الزيت وخلطوا. كيف ما كتشوفوا انا في هذه المرحله صافي طفيت الطراب ديالي لان خدام دار المهمه اللي كان خاصها يدير. دونك غادي نخلط مزيان، نزيد الياغورت ديالي، نعاود نخلط مزيان باش ندمجهم. كنحصل على واحد المزيج اللي هو ليكيد، اللي هو جد سائل. وكنزيد الدقيق ديالي مع الخميره. من الاحسن غربلو. الا كتخافوا ان يبقاو لكم داك الحبيبات غربلو. انا هنا ما عرف مولفه كنخدم بحال هكذا وكتخرج لي الكيكه مزيانه. غير هو باش تاكدوا بلي النتيجه تكون مزيانه غربلو على حسب عاوتاني النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. دونك غادي نخلط في هذه المرحله. صافي ما كنبقاش نخلط اكثر من القياس. ومن الافضل ما نستعملش كاع الطراب الكهربائي في هذه المرحله. نحاول ان ما يبقاش ليا حتى شي حاجه لاصقه لتحت، ما يبقاش ليا الدقيق لاصق لتحت. وصافي نجيب المول. هنا ضروري خاص المول من الاحسن يكون فيه 18 سنتيمتر. ماشي مشكل، غتقدروا تستعملوا مول اللي هو شي شويه كبر، واحد 20 سنتيمتر ما تفوتوهاش. نهز ايدي مزيان ونخوي لاباري ديال الكيك في المول. انا كيف ما شفتوا درت البابي كويسون لتحت، والجناب ديالو راه ما درت فيهم لا زبده لا دقيق لا والو، راه ما كتلصقش الكيكه. غير هو باش تاكدوا وعلى حسب النوعيه ديال المول اللي عندكم ما فيها باس ديروا كيف ما العاده الزبده والدقيق. دخلوا الفران يكون سخون على 180 درجه واحد 50 دقيقه، وانتم عينكم ميزانكم ردوا البال. دونك انا من بعد 50 دقيقه خرجت الكيك ديالي. كندوز واحد السكين هكا في الجناب باش نتاكد باللي راه ما لاصقه حتى حاجه، واخا هو رانا متاكده راه ما لاصقش، غير باش المهم ما يكون حتى شي مفاجاه اللي هي خايبه.
ماشي النص ديال الكيكه تبقى لاصقه في المول والنص لا. دونك نحل، وكيف ما كتشوفوا هنا بسهوله كنديمولي صافي. والكيكه ديالي ناجحه 100%، طالعه مزيان والريحه يا سلام. ما نعاودش لكم هاد الفوق اللي كاين كيبان لكم بحال محروق، راه ما محروقش البنات، راه غير الاضاءه اللي هي ماشي مزيانه. تحمر شي شويه. الا ما عجبتكم ما كيعجبكمش ان الكيكه تكون محمره، ملي تفوت واحد 30 دقيقه غطيوها بالبابي الومنيوم وخليوها طيب على خاطرها. المهم ما تحلوش الفران قبل من 30 دقيقه حيت سينو غتهبط لكم الكيكه. انا هنا كان بالامكان ديالي انني نتسنى حتى تبرد الكيكه عاد نقطعها، ولكن كنت زربانه كان خاصني نخرج، دونك قطعتها لكم غير باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. او راه مازال شوف سخونه بزاف، ولكن مع ذلك ما كتفرتتش، طالعه ناجحه 100%. دايره بحال القطن البنات، عرفتي المذاق ديالها رائع، ما فيها لا مذاق ديال السفوريه لا والو. وشوفوا انا غادي نوريكم من بعد 3 ايام وكيفاش مازال دايره. ها هي من بعد 3 ايام باقه بحال القطن، ناجحه 100%. الا عجباتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو مع الناس اللي كتبغيو، وجربوها ما غاديش تندموا. شكرا، السلام عليكم، نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.